إبراهيم الفلسطيني من أهالي مدينة منبج. كل عام وأنتم بخير. أنا عندي محل مصبغة وخياطة في منبج. الأجواء الرمضانية كويسة، في عنا إقبال كثير يعني على الشغل الحمد لله، يعني ما عم نلحق شغل الحمد لله، ولكن في بعض الأمور عم تعركس الشغل مثل تسكير المعابر وارتفاع الأسعار. يعني أدى ارتفاع الدولار، الأسعار يعني ألبسة صارت غالية كثير. رغم الغلاء يعني الحمد لله يعني في إقبال الناس، والله عم تشتري يعني على الضيافات العالم عم تشتري، يعني من الصباح للساعة 7 في إقبال، يعني الناس عم تشتري والألبسة العالم عم تشتري يعني في إقبال، ولكن في ارتفاع أسعار، يعني صار في ارتفاع أسعار كبير يعني. السنة الماضية كان الدولار ما يقارب ال1000 ليرة، اليوم الدولار 3000. أنا أحمد ضباع من منبج. الله يعيد علينا وعليكم بألف خير يا رب، وعقبال كل سنة يا رب. أجواء العيد كويسة وممتازة، بس هيك غلا زيادة شوي. معابر وغلاء الدولار كله بضرب لك إياه كله على الدولار. أي شغلة، اللبس كل شيء مش لك الحاسبة على الدولار. لا يعني الفقير أو الدرويش منين بده يجيب زي ما اشتغل؟ لعب التجار. لو التجار لو يرخصوا شوي هيك ويحنوا على العالم شوي بألف خير. أجواء السوق كويس، حركة ممتازة، بس لو هالغلا شوي ينزل